إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضه. في مصر وقبيل الانقلاب العسكري في 3 يوليو عام 2013 انعقدت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد المحجوب، وقبلت الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون والتي ضمت رئيس الجمهورية وآخرين. ورئيس المحكمة معروف بانتماء عائلته للحزب الوطني ذي الخصومة السياسية مع الرئيس مرسي، وقد أحالت المحكمة ملف القضية إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في اتهام حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين باقتحام سجن وادي النطرون. وجاء قرار الإحالة اعتمادا على مذكرة تحريات جهاز أمن الدولة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية من الاتهام المسند إليه. ثانيا إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما تقدم من وقائع. رفعت الجلسة. ومعلوم أن تاريخ القضية يعود إلى شهر يناير من عام 2011 بالتزامن مع اندلاع الثورة الشعبية في مصر، تلك الثورة التي سعت إلى إسقاط مبارك ونظامه، فاستهدف النظام قيادات العمل السياسي والمجتمعي لوأد تحركات الشارع، فتم القبض على الدكتور محمد مرسي و33 من قيادات الإخوان بمحافظات مصر. وكان الدكتور مرسي وقتها عضوا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وبرلمانيا سابقا. انتهى الأمر بنقل المحتجزين إلى سجن وادي النطرون دون أوراق اعتقال أو أحكام أو أوامر نيابة قبيل فتح السجن بيوم واحد. طرقوا يعني بابي ليلا، والنقيب اللي كان موجود نقيب من أمن الدولة قال لي والله هنعوزك شوية لحد الفرح. إنما كان الملاحظ في هذه المرة أنه لا تركيز على كتب أو على أوراق أو على أجهزة كما كان يحدث في كل مرة، إنما هو كان التركيز على الشخص. ساعتها ابتديت أركب عربيات الشرطة، خدوني الاسم عابدين بعربية الشرطة الترحيلات الكبيرة. في اسم عابدين قعدت حوالي قبيل الفجر بنص ساعة تقريبا. في الفترة دي كانوا جمعوا في عربية ترحيلات واقفة أمام اسم عابدين 3 من الإخوان غيري. وانتقلت من سكني إلى فرع أمن الدولة في كفر الشيخ، فقابلت الدكتور حسن أبو شعيشة، فبقينا احنا الاثنين لم نمكث طويلا، فجت سيارة ترحيلات وقالت اتفضلوا يا جماعة. فكان الثالث بتاعنا في هذه القضية، احنا 3 من كفر الشيخ، كان من مدينة دسوق، على ما وصلت سيارة الترحيلات من مدينة دسوق إلى فرع أمن الدولة في كفر الشيخ، وركبنا احنا ال3 سيارة الترحيلات وانطلقت بنا إلى 6 أكتوبر. اكتشفنا ان احنا بنخش في معسكرات امن مركزي على قوات امن، الله يعني ماهيتها ايه، لكن هي معسكرات شرطه وليست سجون، قريبه من مديريه امن 6 اكتوبر. دخلنا مقر احتجاز وكانه مهيئ للعساكر بتاعه المعسكر، ليست مقر احتجاز رسمي كسجن. فضل معانا من لحظة وصلنا تقريبا بعد صلاة الفجر بنص ساعة أو ساعة. صلنا الفجر واحنا في العربية في الطريق يعني. وصلنا اكتشفنا إن في غيرنا سبقنا إلى هذا الاحتجاز، وجي بعدينا ناس، فتجمعنا في 3 أو 4 زنزانات متجاورين، بينهم صالة كده في معسكر لقوات الأمن بجوار مديرية أمن 6 أكتوبر. فالتقيت بآخرين تم إلقاء القبض عليهم من محافظات مختلفة، من اسكندرية لأسوان. كان في تتابع في الناس بتيجي فيه. العدد كان في إجمالي في حدود 34 من كل الجمهورية. ابتدينا نشوف الأحوال ماشية إزاي. إحنا احتجزنا في مقر احتجاز إحنا عارفين إن هو مقر احتجاز غير قانوني. فكان معانا الأستاذ صبحي صالح. طب افتنا يا أستاذ صبحي دلوقتي وبقينا إيه؟ إحنا لا في قرار اعتقال ولا في قضية على ذمة قضية، فإحنا مختطفين، يعني يبقى الوضع شكله إيه؟ الحالة بننتهي لشيء لأنه مفيش حد نكلمه في هذا الوقت. كان وسيلتنا للحصول على المعلومات أثناء الكلام مع العساكر وأفراد الشرطة اللي بنلتقي بيهم وإحنا بنتوضأ أو ما إلى ذلك، أو بنطلب منهم يشتروا لنا طلبات. فبدأ قال إن سمعنا كده إن تم إقالة الحكومة. ده يعني الخبر اللي سمعناه. طب بره الشكل إيه مش عارفين.
لما مر علينا 48 ساعة وديت المدة القصوى اللي بيسمح بيها القانون لاحتجاز المواطنين دون عرضهم على النيابة، بدأنا نبدي حالة من الضغط على الإدارة في مكان الاحتجاز. بنقول لهم انتوا ترحلونا، كنا بنطالب من ضابط أمن، كان معنا ضابط أمن دولة وضابط من المباحث، فبنطالب ضابط أمن الدولة احنا عاوزين نتعرف على موقفنا دلوقتي. هل احنا معتقلين بقرار من وزير الداخلية؟ هل احنا على ذمة قضية من القضايا؟ والراجل كان بيقول ان هو بيتصل بقياداته ومفيش حد بيرد، فكنا بنظن ان هو بيكذب علينا، في حين ان هو كان واضح ان في حالة من الارتباك، او ان القيادات ما بتردش على الرتب الدنيا او ما الى ذلك. لحد ما جاء تاني يوم بقى السبت، وده اليوم الحاسم الحقيقة يعني. من الصباح الباكر والدكتور عصام وبعض اخواننا بيدقدقوا على الابواب بشكل يعني عمل لهم ازعاج شديد، لازم يجينا حد من الضباط، لازم يجينا حد من الضباط. فبعد وقت جه عمر فرماوي والتقيناه وقلنا له احنا دلوقتي عاوزين، انتوا دلوقتي مختطفين، الوضع القانوني لينا دلوقتي ان احنا في حالة اختطاف. احنا عاوزين اما ان انتوا تظهروا لنا قرار الاعتقال او تحولونا على النيابة، وفي كلا الحالتين تدعونا في سجن من السجون بحيث اهالينا يعرفوا احنا فين. فقال له احنا محتجزين بشكل غير قانوني، لازم توضح لنا احنا محتجزين باي شكل، يا اما احنا هنضطر نتعامل معاكم على انكم خاطفين لينا. فقال له يعني هتعمل ايه يعني؟ فقال له هعمل اللي انا هعمله دلوقتي. فكان بالصدفه بيكلمه وباب اول مره يفتح علينا باب الخارجي للعنبر، يعني مسؤول المباحث جاي، فبالتالي مش قافلين على وراه. فالدكتور عصام راح قال له هنعمل كده، فعمل كده دي اللي هي راح خاطف رجله على باب الخروج. خرجنا واحد بعد واحد، حاول معانا عشان ندخل تاني الغرفة، رفضنا تماما، والغرفة التانية نفس الحكاية، طلعنا بره. بعد هذه الواقعة هو وعدنا انه خلال ساعات هيتصرف وهيتم نقلنا. بالفعل ما عداش ساعة وتم التصرف في عربيتين. وبالفعل في اذان العصر يوم السبت 29 يناير والاذان بيأذن قالوا لنا يلا شيلوا حاجتكم، انتم رايحين على النيابه. خدونا ناحية التجمع الخامس، مشينا شوية وبعد كده كان قدامنا عربية كده بتوجه العربيتين اللي موجودين، غالبا بيبقى موجود فيها أمن دولة. لقيناهم انتقلوا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. فأنا حتى بقول للدكتور محمد مرسي واحنا قاعدين، قلت له واحد من ثلاثة، احنا هنروح اما سجن وادي النطرون، واما هنروح سجن الابعديه ده منهور ما على نفس الطريق، او بقى الغربنيات في اسكندريه. فده واحد من الثلاث. فعلا طلعنا الصحراوي، وفتره بسيطه كده دخلنا خدنا خط اللي هو سجن وادي النطرون. وصلنا سجن وادي النطرون قبيل غروب الشمس قبل المغرب قليل يعني. الاوضاع طبيعيه جدا في السجن، ما في اي مشكله، اداره موجوده، المساجين في عنابرهم الستة تقريبا، الأوضاع طبيعية جدا في السجن. استقبلنا رئيس مباحث السجن المقدم أحمد الوكيل، إنما وجدنا شيء من التوتر. يعني المعتاد في مثل هذه الأمور بيفتشون، يعني لم نفتش، ما فتشوش حد. قلت له معانا فلوس يا أحمد بيه؟ المعتاد إن بياخدوا فلوس ويحطوها في الأمانات. فهو كان متوتر جدا وقال لا فلوس ولا حاجة، أستاذ رجب خلي كل حاجة معاكم. ودخلنا على طول على غير العادة. لكن الأستاذ صبحي صالح تأكد إن مفيش أوراق مع المأمورية تسلمنا بيها، تأكد من ذلك من مأمور السجن، وقال إن الإجراءات دي هتستوفى بكرة. سألت المقدم أحمد الوكيل وقلت له هل في قرار اعتقال؟ قال لا. الله، طب احنا جايين هنا ليه؟ أنا لو رايح على ذمة قضية المفترض أطلع على نيابة أمن الدولة، إنما أجي على سجن وأنا مش عارف. وهذا كلام قاطع على لسان أحمد الوكيل رئيس مباحث سجن وادي النطرون، إن هو ما يعرفش. كان ال 18 زنزانة عبارة عن 9 يمين و9 شمال، وكل 9 دول بيتقفل عليهم بباب كريتال مفرغ، وبعدين في حوش صغير كده مثقف برضه من ضمن مش عالي الى السماء يعني، قاعد فيه صول موجود معانا كحارس للعنبر. وبعدين في الباب بتاع السجن الخارجي
بتاع العنبر الخارجي اللي قافل على العنبر كله. وفي على اليمين منطقه ترايد، وعلى الشمال منطقه ترايد برضه مقفولين ببيبان. يعني احنا محاوطين ببيبان من كل النواحي، على الاقل في كل ناحيه في بابين تفصلنا عن الخارج. كنا بنتابع الاحداث في خارج هذا المكان الاحتجاج من خلال راديو صغير كان بيحمله اخونا الدكتور محي حامد، فبنسمع من خلاله يعني اخبار عامه، انما احنا محجوبون او معزولون عن الدنيا كلها، مش عارفين ايه اللي بيحصل بره. في هذه الأثناء كانت موجة الاحتجاجات مستمرة، ومع سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين برصاص الشرطة اتسعت رقعة الثورة وعمت جميع محافظات مصر، وفتحت السجون ليضع حسني مبارك الشعب المصري بين خيارين، إما أنا أو الفوضى. حضرتك شايف إنه الانفلات الأمني وفتح السجون قضية مستحيلة إلا إذا كان مخطط للتوريث، ولكن هذا حدث أثناء الثورة. لا هو حدث عشان تعرف حضرتك المخطط إيه. هم خدوا المشروع الروسي اللي حصل بتاع يلتسن ساعة ما قام انقلاب عسكري، وكان هم مش حاطين أي نوع من الحسبان للإرادة الشعبية أو الثورة الشعبية. كانوا خايفين من القوات المسلحة والمجلس العسكري لرفضوا مشروع التوريث وقياموا بانقلاب سلمي لمنع هذا المشروع. قالوا احنا في الحالة دي هنؤدي إلى هنعمل عملية الفوضى الخلاقة اللي حصلت في روسيا، ونفذوا هذا المشروع بالفعل. يعني فتح السجون يكفي جدا ان الإخوة بتوع لجنة تقصي الحقائق قالت ان السجون مفتوحه من جوه وان الشرطه اللي فتحتها. ويعد شاهدا على الخطه الممنهجه لفتح السجون مقتل اللواء البطران على يد رجال الداخليه ضمن من اعترضوا على القرار امنيا، وسياسيا قرار الفوضى. حضرتك انا يوم اغتيال اخويا كلمني في التليفون وقال لي كان عصبي وعمري ما شفته بالعصبيه دي. قال لي العدلي حرق البلد، العدلي حرق البلد. اقول له يا محمد في ايه؟ قال لي انت ما تعرفيش اللي حصل دلوقتي. 18 اسم اتفتحوا، المساجين والمسجلين الخطر طلعوا من الاقسام وقاطعين الطرق، وفي شبرا الخيمه قاطعين الطرق على الناس وبيسرقوا الموبايلات والذهب. وده لو حصل في السجون مصر هيحصل فيها كارثه. انا استحاله اسمح بكده، استحاله اسمح بكده. الران ده احنا بنسميه في الشرطه الديرتي وورك، يعني ان هو الراجل ده منع من ان هو يمنع هروب المساجين وفتح السجون. منع كان مفروض فاتقتل عشان كده. واول ما وصل هو طبعا كان حصلت مشكله في سجن الفيوم، فهو راح وخلص موضوعه واتفق مع المساجين وهداهم ودخلوا عنابرهم، وسجن الفيوم رجع لحالته الطبيعيه تماما. راح البيت الساعه 6 جاله اخطار انه حصل نفس الموضوع اتعمل في سجن القطه، فتوجه لسجن القطه وهو في الطريق قالوا له مالكش دعوه يا محمد، تعليمات راحت له مالكش دعوه، الضباط اللي هناك عارفه هتعمل ايه في السجن، على اساس ان هم يفتحوا السجون ويهربوا المساجين. وبعد اذن حضرتك اللي في دماغ سعادتك بالحرف الواحد يا استاذ حافظ، اللي في دماغ حضرتك مش هيتم عندي. قال لي يعني ايه؟ قلت له على سعادتك مفيش مسجون هيهرب من سجن المنيا الا على جثته. في اللحظه دي الافراد اللي موجودين كلهم حسوا فعلا ان هم محدش فيهم جبان. فوجئت بيه راح سيادته مديني ظهره وراح متصل بالموبايل بتاعه، قال لي اتفضل يا بيه اتكلم. مين يا فندم؟ قال لي عدلي بيه فايد. كلمت عدلي بيه فايد على التليفون، اؤمر عدلي بيه. قال لي يا عمرو يا ابني انا اخوك الكبير. قلت له يا فندم انت صاحبك استاذنا امرني. قال لي انا خايف عليك يا ابني، اسمع كلام محسن بيه واطلع بره وسيبه هو يتصرف. مين اللي هربكم السجن؟ ايه؟ علي صوتك. لما اتكلم يوسف كل حاجه كانت قدامي انا يا باشا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الشرطه كلها اللي هي المخبرين والشرطه اللي ماسكه السجن نفسها لبست ملكي والله العظيم، وجابوا السلاح وحياه كتاب الله وهدوا باب الوضر من بره وهدوا لنا السجن وهم اللي طلعونا. انتوا تبع السجن ايه كلكم؟ 440 انا 430 حضرتك. وادي النطرون؟ ضربوا عليها واللي ما يطلعش هيموتوه، والمصحف قالوا له ما يطلع الا نموته على واحد. عرفنا ان في احداث في الفيوم وان المساجين في الفيوم هربوا كده. بعد كده بدأنا نسمع من الصول اللي هو منوط بيه حمايتنا او حراستنا ان في قلق في عنابر اخرى. فاحنا من جوه الزنازين في ايه الصول بتاع، كان الصول ده هو اللي عرفنا مثلا ان بالصدفه ان عمر سليمان اتعين نائب رئيس جمهوريه، ما كناش نعرف. يعني احنا وصلنا السجن ما كناش نعرف ان عمر سليمان اتعين نائب رئيس جمهوريه. قال لنا ان هو اتعين او حلف اليمين او حاجه زي كده. الولد دوت الموقف ده كان مريب، لكن ما خدناش في الدنيا يعني.
بعديها باقل من نص ساعه خرجوه فعلا. هو قال انا عايز احنا سالناه احنا انت هتخرج ليه؟ اصل عايز اخش الحمام. فكلنا ضحكنا، يا عم ده في كل 9 زنازين حواليهم 3 حمامات رئيسيين وفي كل زنزانه في حمام، واحنا مش مكفين اصلا كل وقت قاعدين في 3 4 زنازين، يعني مش قاعدين اكتر من كده، ما تاخدش اي حمام. لا اصل مقفول بيني وبينكم معيش مفتاحه. المرة دي برضو أمين الشرطة ده كان راكبه 60 عفريت زي ما يكونوا هيحطوه في جهنم، قلقان ومتوتر وتعبان ومش عارف ايه. ساعة 2 3 لقيناه زي المجنون، يهزي هذيان المجنون ويطلب الخروج من معانا. بعد صلاة الفجر صحينا على أصوات، يعني هو اللي صحانا الحقيقة وكان صوته عالي جدا الدكتور عصام العريان. فقال يا جماعة الدنيا ولع بره والسجن ولع واحنا هنموت والناس بره في قلق، بس احنا مش يعني لم نستوضح هذا الأمر، احنا محبوسين في العنبر. الغاز خلانا مش عارفين بقى نقعد ولا نقف ولا خلاص، مش الغاز خنقنا بشكل غير عادي، وعينينا ابتدت تسيل ومراخيننا ابتدت تسيل ومش عارفين نروح فين ونيجي منين. انما كان من لطف الله سبحانه وتعالى ان الغرف الداخليه في العنبر لم تكن مغلقه، ولو هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لو ان هذه الغرف مغلقه كنا هنموت يقينا، مفيش كلام، لان احنا اتجمعنا وطلعنا خارج هذه الغرف، وقفنا عند الباب الرئيسي للعنبر نستغيث. في نفس الوقت كنا مجموعة تانية كانت بتستنجد بالمساجين، بعد خاصة المساجين قالوا لنا انتوا اخر عنبر موجود في السجن، لو ما خرجتوش هتموتوا. فاستنجدنا بينهم وقلنا لهم طب يعني اتصرفوا بحيث نخرج احنا كمان. وكان العنبر بتاعنا يقع في اتجاه بوابة السجن الرئيسية، بما يسمح لنا ان احنا نبقى شايفين وتنقل لنا الصورة، الناس خلاص بتخرج، خلاص السجن بيفضل. طب وبعدين لو بقينا وحدنا في هذا المكان هنموت، اما بالنيران اما بالدخان اما بانقطاع الطعام والشراب. يعني لو قعدنا في هذا وحدنا 3 أيام بس او 4 هنموت. فانتقينا اكثرنا نحافة وشبكنا البعض بحيث نشوف ايه اللي بيدور بره، يعني خاصة ان احنا لقينا ان الفرد بتاع الامن اللي هو المفروض له برج وقاعد فيه مش متواجد. طلعوا فوق فنقلوا الينا ما يحدث في ساحة السجن، وقالوا ان المساجين لابسين الملابس الكحل بتاعتهم، الناس دي كلها خارج السجن، وفي مكاتب في الإدارة مشتعلة. واللي احنا شايفينه دلوقتي انه بقايا بشر خارجين من السجن وباب السجن مفتوح. طب نادوا على اي حد، فابتدى ينادوا على اي حد، لا حياة لمن تنادي، يعني كله بيجري ومحدش عايز يرد عليهم ويقول لهم في ايه بيحصل ايه بتاع. يبدو انه تعاطف معاهم حد من كتر الزعيق، فقال لهم السجن اتفتح والامن مشي والمساجين كلها خرجت الا انتوا. فضلنا على هذا الكلام نستغيث، والناس كلها خرجت تقريبا، يعني جميع العنابر الموجودة في هذه المنطقة داخل السجن اللي احنا فيه وادي النطرون كله خرج. طب اللي بره ده طب افتحوا لنا. فقالوا ما قعدوا شوية كده يحاولوا محاولات خفيفة. طب عايزين نتصل بالناس، وبدأنا نعلي الصوت ويطلع بعض الشباب الموجودين ويتواصلوا مع الناس. تنت حالة يعني مرعبة، يعني أنفسنا كادت تقطع فيها، لحد ما ربنا كرمنا بواحد موجود قام راملنا تليفون. فهم الحقيقة المساجين يعني تكاتفوا والحقيقة تجمعوا بعدد كبير وحاولوا مع الباب لفترة طويلة حتى فتحوا علينا باب العنبر. للأمانة الشديدة فتح باب العنبر فلقينا نفسنا في خلاص يعني في الساحة. وفتح سجن وادي النطرون كما فتحت سجون مصر، وخرج المحتجزون. وحرصا على انتفاء أي شبهة قانونية، أعلن الدكتور محمد مرسي وقتها رفضه ترك السجن هو ومن معه، فاتصل بوزارة الداخلية ليستوضح موقفهم القانوني، وأعلن عبر قناة الجزيرة هاتفيا مطالبته للمسؤولين والجهات القضائية بالانتقال لمقر السجن والتحقق من موقفهم، وليعلن أمام العالم أنهم لم يفروا. أحدثك الآن وأحدث العالم، نحن لم نفر. إذا كان هناك في مصر مسؤول يريد أن يتصل بنا، نحن موجودون، أنا موجود، التليفون موجود، قولوا لنا على هذا المسؤول، لا نفر أبدا.
نحن بخير ولا نفر. يعني هو طبعا ذكر هذه الأمور، لكن الشاهد الأقوى في هذا الأمر أن الدكتور مرسي من خلال قناة الجزيرة خاطب العالم كله وبما فيها داخل مصر وكل من يتابع الشأن المصري أننا موجودون، ولو كانت هناك جهة يعني تريد أن يعني تأتينا فلتأتينا. وقال إن إحنا قال هذا الكلام وعامة الناس سمعوا إحنا واقفين جنبه. قال إن الناس سجن فرض علينا، والسجن دلوقتي مفتوح بعد الحرائق وبعد الدخان وفتح العنابر والمساجين مشوا، ونحن لم نغادر السجن. احنا بنتصل من هنا من داخل سجن وادي النطرون. إلى أين نتوجه؟ نروح لمين؟ نكلم مين؟ وما حدش عارفني، مفيش ورق، مفيش سجلات، محدش يسمع عنك. بدليل أنه في اليوم التالي لما الدكتور محمد مرسي يكلم الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود المحامي وقال له اطلب مكتب النائب العام، روح شوف في مكتب النائب العام موقفنا ايه، قال له مفيش حاجه. احنا لا نعرف تفاصيل السجن وكم عدد نزلائه وما نوعيتهم، نحن لا نعرف هذا، لكن يبدو لنا ان هناك من حاول ان يخرج من محبسه وحدث هرجا في ساحة السجن، وكانت إدارة السجن تحاول أن تضبط إيقاع السجن فأطلقت القنابل المسيلة للدموع، وهذه تطلق من بنادق وتحدث صوت فرقعات كالرصاص. لكننا لم نرى دما ولم نرى مصابين ولم نسمع صراخ ولا أنات مصابين، الجميع لم نسمع شيء من هذا، على عكس كل الروايات اللي بتقول ان كان في قصف وما الى ذلك. الابواب كانت مفتوحه وما كانش في اثار لطلقات النار بطريقه ملفته. حتى الحريق كان بسيط اللي كان في المكان بتاع الشؤون الاداريه، حركنا لقينا عربيات نص نقل بتنقل كل اللي يركب فيها. كام عربيه واقفه كده نص نقل على ميكروباص على ملاكي، واخد بال حضرتك؟ طب هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ حد يعرف يوصلنا مصر؟ ففي العربيات قالوا احنا نعمل لكم ان احنا نوديكم مدينه السادات، اقرب حته، انا ما اعرفش نعمل لكم اكتر من كده. ركبنا رحنا مدينه السادات، ومن مدينه السادات اتصرفنا في عربيه تنقلنا للطريق. ركبنا احنا مجموعه اللي هي من نقابه من محافظه القاهره. اثناء سيرنا تم استيقافنا مرة أخرى من كمين شرطة، الأهالي استوقفونا عند الخطاطبة وسلمونا لكمين بتاع جيش، وكمين الجيش ودانا مطار الخطاطبة. فاستأذنت من الضابط اللي هناك إن هو يجيب لي الصيدلي النبطشي في الوحدة، فجابهولي فعرفته بنفسي. أنا وقتها كنت أمين صندوق نقابة صيادلة مصر، قلت له أنا فلان الفلاني، وعرفت الضابط. فالضابط قال طيب بتصلوا بحد من اهاليكم يجي وياخدكم. فكنا احنا 3، واحد من حلوان والدكتور عبد الغفار صالحين وانا، اتصلنا باي حد من الزملاء او اهالينا بحيث يجيبوا لنا سياره، لان ما كانش في مواصلات او ما الى ذلك. فقلنا ورجعنا انا رجعت على البيت. البعض خرج من المكان مباشرة، ما كانش فيه مشاكل في الطريق زي الدكتور عصام العريان، راح ميدان التحرير، وبعد كده تقابلنا جميعا في ميدان التحرير وكملنا أيام الثورة. وقد صدر قرار من وزارة الداخلية بحكومة عصام شرف بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في مصر. أظن في حكومة عصام شرف قرينا قرار بإخلاء سبيلنا، ودوت كان شيء مضحك لأننا كنا مختطفين من الأصل، وكان ينبغي أن ديت تكون أحد الجرائم التي يحاسب عليها حبيب العدل. هذا تناقض يعني عجيب، يعني كيف يعني 500 سيارة هتنفذ منين؟ يعني هل الطرق يعني أصبحت خالية تماما وبقت خلاص يعني ما فيش لا سلطة ولا ده، ما فيش جيش، الجيش كان موجود في الشوارع، لم نرى هذه السيارات، وهذا كذب. يعني هذا الكلام كله كذب ولا أصل له، ده افتراء، لا سيارات ولا أسلحة ولا شيء أبدا من هذا القبيل. المساجين وأهاليهم والناس خرجت ومشت، وكل دبر حاله على الطرق العامة بره. وبشأن تأمين حدود مصر الشرقية المشار إليها في لائحة الاتهام، طلب الدفاع شهادة المجلس العسكري، فأكد قائد الجيش الثاني الميداني محمد فريد حجازي في شهادته أمام المحكمة: هل من واجبات الجيش الثاني حماية الحدود الشرقية لهذا الوطن؟ بقول إن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي تأمين حدود الدولة، وبالتالي الاتجاه الشرقي
هو جزء من حدود الدولة، وبالتالي القوات المسلحة كانت مسؤولة عن تأمينه. أولا نحن كنا كما ذكرت لا نعلم شيئا عن الأحداث داخل السجن. الأمر الآخر، لو كان هذا الأمر حدث فيجب أن يحاسب من تسبب فيه. أين من يحرس الحدود؟ أين أجهزة المخابرات الحربية أو أجهزة الداخلية؟ كيف لحدود مصر أن يعبرها لو كان هذا حدث؟ لكن لا أعتقد أن هذا حدث، وإنما المؤكد أن كل هذه المؤامرات كانت تتم بأيدي الداخلية والمتآمرين على هذه الثورة. ويضاف على أدلة تسييس القضية أدلة اختلاق الادعاء والوقائع، حيث اتهم فلسطينيان تبين فيما بعد أنهما بين الأموات، تيسير بوسنيمة وحسام الصانع، استشهدا في الحرب على غزة بين عامي 2008 و2009. اتهم النيابة العامة كل من المتهمين: 1 محمد أحمد موسى علي، 2 حسام عبد الله إبراهيم الصانع، 3. فاستشهد في تاريخ تقريبا اللي خرج منه من السجن السنة اللي قبلها سنة 2007، واستشهد في 2008 في حرب الفرقان 27/12. وفي كمان أسامي أسرى كمان معتقلين مؤبدات، وكمان اقتحموا السجون، اتهموا باقتحام السجون. وهذا شغل غير حسبي الله وانت نعم الوكيل. كما اتهم فلسطيني آخر باقتحام السجن وهو مسجون في سجون إسرائيل، حسن سلامة، محبوس منذ 15 عاما، وحكمت عليه إسرائيل ب48 مؤبدا. حسن عبد الرحمن سلامة معتقل في عام 96 ومحكوم 48 مؤبد، له الآن محبوس 20 سنة وقضى منهن 11 سنة في العزل الانفرادي. يعني يستحيل أنه يطلع من سجون إسرائيل ويروح يشارك في عمليات في مصر وما شابه ذلك. اسألوا اليهود، قولوا حسن كيف طلع حسن؟ أنا يا أمو إلي 15 سنة ما ضربتش حسن ولا شفته، كيف حسن طلع وراح شارك في مصر؟ يا عيب على هذا الكلام. وقد اعترف وزير الداخلية محمد إبراهيم، والذي كان مساعدا لوزير الداخلية لقطاع السجون آنذاك، أن الرئيس محمد مرسي لم يكن اسمه مدرجا بكشوف الداخلية. أنا كنت مساعد السجون. نعم. تمام. ولما الدوشة دي حصلت والكلام ده، أنا سألت مساعد السجون: يا ابني أنت اوعى يكون عندك حق وبتاع دوت ومدرج عندك، أصل كل السي في بتاع أو كل المدرجين دول على في الكمبيوتر. نعم. في قاعدة البيانات اللي موجودة. قال لي: لا والله ما الاسم مش موجود، ما عندناش في توقيتنا الحالي أي شيء يقول إن سيادة الرئيس كان موجود في السجن الفلاني الفلاني. كل ما سبق يدل على هزلية التهم والوقائع، كونها تنافي العقل والمنطق والقانون، وتدل على أن القضية برمتها سياسية ملفقة لمواجهة جماعة مرشحة للصعود السياسي بعد ثورة شعبية. وعلى الرغم من هزلية الاتهامات وعدم معقولية الوقائع، إلا أن المحكمة كان لها رأي آخر. بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية